يا مساء الفل عليكم أو صباح الخير على حسب ما هتشوفوا وقت الفيديو. أنا رانيا عاشور، صيدلانية مهتمية بمنتجات البشرة والشعر. النهارده هنتكلم عن حاجة بتضايق بنات كتير وهي الهالات السوداء تحت العين، ودي ليها أسباب كتيرة، فلازم نعرف إيه الأسباب دي واللي نقدر نسيطر عليه ونعالجه. نبتدي نعمل بيه كده قبل ما نعالجها، ويلا بينا أقولك الأسباب. من ضمن أسباب الهالات السوداء هي الإرهاق والسهر. لو أنت بتذاكري كتير أو لو أنت أم جديدة وبتضطري إن أنت تسهري بابنك وقت طويل، ده سبب كافي إن أنت فعلا يطلع لك هالات. لو كان سبب الهلاك إرهاق فخلينا أطمنك إن مجرد لما نقلل الارهاق ده هتبتدي الهالات تروح لوقتها. بمعنى اصح خدي وقتك من النوم والراحه، الهالات هتختفي. تاني سبب ان هي ممكن تكون اسباب وراثيه، ففي الحاله دي لا مش هتروح. تالت سبب بيكون سببها الانيميا. ورابع سبب للهالات معانا هي مسكه التليفون كتير. اما خامس سبب معانا هو استخدام الكحل اللي بيكون فيه ماده الكربون كتير، وانت لما بتيجي تشيلي الكحل ده مش بتشيليه كويس قوي وبتستخدمي طرق غير صحيحه، والطبقه الجلد اللي تحت العين دي طبقه رقيقه جدا وبتتاثر بسهوله، فده سبب قوي ان ممكن يسبب لك الهالات. وعلشان نعالج الموضوع لو في حاجات ان احنا نقدر نعالجها ونمنعها اعملي كده. وخليني اقول لك ان في نصايح بسيطه فعلا بتفرق عن العلاج، زي ان انت تشربي ميه كويس وان انت تاكلي كويس وتهتمي بالتغذيه وتاخدي قسط كافي من النوم، ولو عندك انيميا تعالجيها، او لو عندك حساسيه في منطقه العين او جيوب انفيه عالجيها. كل ما تعملي الحاجات دي مع العلاج ان شاء الله هتشوفي نتيجه مرضيه. يلا بينا اقول لك بقى العلاج اللي معايا النهارده ايه. اول حاجه في العلاج هيكون عباره عن كريمات موضعيه، كافيين وكولاجين ومواد مرطبه. الكافيين ده هيزود البلاد سبلاي لمنطقه تحت العين، والكولاجين والمواد المرطبه دي هتشد منطقه تحت العين وتبان شكلها صحي اكتر واكتر. في بعض الاحيان بيكون حل الموضوع ان احنا نستخدم جلسات تقشير كيميائي او يا اما نحقن بلازما وميزو سيرابي. اما الناس اللي بيكون عندها تجويف تحت العين وبيكون لونه غامق شويه وبيدي ايحاء ان فيه حفره، ده هيكون علاجهم حقن فيلر او ميزو فيلر اللي هيدي احساس بالامتلاك وهيعالج الموضوع. لو درجه الهالات والاستمرار تحت العين كانت بدرجه معينه هنستخدم الكريمات وتستخدمي النصايح اللي انا قلت لك عليها، ان شاء الله هتشوفي تحسن. اما لو كانت بدرجه قويه زي كده فانت مضطره تروحي للطبيب المختص ويختار لك الطريقه المناسبه من الطرق اللي انا ذكرتها لك. وبكده يكون كلامنا خلص في فيديو النهارده. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وفولو، ولو على اليوتيوب اعملي سبسكرايب وانتظرينا في فيديوهات تانية كتير.